دي مش لحمه بالبصل يا جماعه، دي حاجه من عالم تاني. ولا الرز ده رز عادي، بجد الاكل حلو قوي قوي فوق ما تتصوروا يا جماعه. انتوا ازاي لغايه هذه اللحظه ما جربتوش اللحمه والرز دول؟ ما هم لما هيشوفوهم هيجربوه، اديهم فرصه. قطعه اللحمه بالصوص. هو الرز ده اختراع، ده مش رز حقيقي، مش رز طبيعي، ده رز مزور. يلا نشوف الكلام ده. يا نهار ابيض، يعني انا مش عارفه انتوا شايفين. ها يا سلام يا جماعه، اللحمه دي بجد يعني حلوه بطريقه. بصوا بس عشان من اولها، بس عشان ما نتخانقش مع بعض، انا هتلاقوني بعد كده انقل في حله اكبر. المهم دلوقتي لكل كيلو لحمه 3 بصلات كبار. اللحمه نوعها ايه براحتك، بس يا ريت تكون لحمه بتستوي بسرعه. انا حطيت 3 4 معالق من الزيت و3 بصلات كبار متخرطين، ونزلت باللحمه زي ما قلت لك لكل 3 بصلات كيلو. قعدت اشوح كويس جدا جدا اهو، نقلتها في حاجه تانية عشان احس بس ان انا مرتاحه شويه في الوقت تبقى واسعه يعني. حطيت ملح وفلفل اسود، وقعدت برده اشوح كويس جدا. وحطيت ايه بقى، ركزي معايا يا ست الكل، معلقتين كبار من الطماطم المبشوره، معلقه كبيره من الصويا صوص، معلقتين كبار من دبس الرمان، وكمان حطيت شويه كده من البابريكا المدخنه. وبعدين انا بس بظبط الملح والفلفل، يعني ايه لازم طبعا ندوق اكلنا عشان نطمن ان هو مظبوط. دلوقتي بقى انا بحط بقى ايه، معلقه سمنه بلدي كبيره كده او معلقتين حسب كميه اللحمه اللي عندك. وكمان حطيت قرن فلفل كبير سبايسي على 1 رومي. طبعا مش عايز تحطي سبايسي ما تحطيش. وعلى فكره البصل عمال يطلع في ميته علشان طبعا البصل نسبته كبيره. عايزاكي بقى توطي وتغطي وتحطيها على جنب وتسيبيها كده ايه على نار واطيه نص ساعه، هتطلع ميتها وتستوي فيها. استوت خير وبركه، ما استوتش كوبايه ميه سخنه، شرط سخنه، لغايه لما هتشربها كوبايه ميه واحده بس هتشربها وتمتزج مع الصوص وهتلاقيها تحفه جدا. يلا بقى ندخل على الرز الحلو الجميل ده. انا جبت شعريه، حطيت معلقتين 3 زيت على النار، وحوالي نص كوبايه من الشعريه، شوحتها كويس جدا كده. كانت عندي بسله فروزن، شطفت شويه كده قد 3 4 معالق وحطيتهم يتشوحوا معاها، يعني البسله دي فروزن. وبعدين حطيت كمان معلقتين 3 كمان من الزبيب الميكس كده كان عندي. والرز البسمتي ده منقوع في الميه بقاله 10 دقايق او 5 دقايق، المهم يعني يتنقع شويه. وبعدين تشيلي الميه منه وتشوحي بقى كويس جدا كده، وتحطي ملح وفلفل اسود، وتكوني مسخنه ميه كويس جدا في الكتل وتحطيها عليه. ولازم يكون فوقيه بعقده صباعيه حلوين زي ما احنا متعودين. هستنى بقى لما يغلي كويس، هغطي عليه. وطبعا معلقتين السمنه البلدي الحلوين بقى، هو ده الطعم يا جماعه، مش نحمر بيها الرز. حطيها على الوش كده وادعيلي. هفضل معليه عليه جدا لغايه ما يشرب ميته في دقيقتين 3 4 بالكتير، يعني دقيقتين 3 فعلا. وبعدين تحطي الشياطه دي، وبعدين توطي خالص وتغطي عليه بقى وتسيبيه. هنا كان عدى حوالي 25 دقيقه، كان خلاص استوى وبقى تحفه وزي الفل، عشان نقعين الرز وعشان وطينا كويس، والحاجات دي هتخليه يستوي وكمان ما يلزقش. لحمتنا خلصت بقى، بصوا عامله ازاي، يعني مش عايزه اقول لكم مهما اقول لكم طعمها حلو ازاي مش هتستوعبوا غير لما تجربوا بنفسكم. على فكره احنا لسه كمان هنعمل السلطه دي مع بعض. انا خرطت طماطم وخرطت خيار وفلفل، وهنبتدي بقى نعمل لها الميكس ده اللي هنحطه عليها. اللحمه يا جماعه حلوه حلاوه، على فكره دي عرق فليتو، انت لو حتى عندك نوع تاني براحتك. انا بس حبيت انجز اليوم ده، وعايزه اقول لك ان اي نوع لحمه مثلا كباب حله برده مش هيقول لا. اهم حاجه بس تحطي له ميه سخنه في الاخر كوبايه عشان يستوي كويس. برده لو ما عندكيش زبيب مش مشكله، لكن فكره الرز بسمتي مع الشعريه فكره حلوه جدا. لو ما عندكيش برده بسله ممكن تبشري جزرايه. بس هو الاكل بجد طعم يا جماعه، ومعلقه السمنه اللي بنحطها في الاخر دي سواء في الرز او في اللحمه بيفرق في الطعم جدا جدا. عايزه بس اظبط السلطه دي. ده معلقتين من الخل، عليهم معلقه من الثوم، هحط عليهم شويه ملح، هحط عليهم شويه كمون، احط عليهم شويه شطه، وبعدين نقلب الميكس ده بقى كده. اعمل كده بقى، نبقى احنا كده عملنا السلطه. الاكل النهارده فظيع يجنن ملوش حل. شوف بقى ايه الرز ده يا جماعه، ده اختراع. بسمتي بالشعريه والزبيب والبسله، يا نهار ابيض، والزبده طبعا، يا نهار. يلا بقى ايه نغرف كمان اللحمه بالراحه كده. طبعا نوع اللحمه اللي تحبيها، لو بتستوي بسرعه مش بنحط لها ميه، لو مش هتستوي بسرعه يبقى بنحط كوبايه ميه لغايه لما تشربها وتستوي.
غرفنا اكلنا خلاص. اكلنا النهارده يا جماعه مختلف بكل المقاييس، ينفع جدا تعمليه في عزومه، طعمه مختلف بنفس الحاجات اللي موجوده في البيت. هتعملي احلى اكل، هتعزمي ولادك وجوزك عليه حرفيا. يعني احنا لازم نشوف ايه حل في الحكايه دي، عشان مش هينفع كده يعني. معقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هاتي كده بقى عشان ادوقك. حط يا ابني شويه كويسين. حط يا ابني حط. صوص كده اهو صوص. اها، عاشقة الصوص الاولى في مصر. اديني بقى الرز اللذيذ ده بنفسها. مثلا بتفهمي، تصدقي بتفهمي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو انت جبتي الطعم ده منين؟ جبته منين؟ بصوا يا جماعه، يعني انا اسفه جدا ان انا بستخدم ايدي، بس انا عايزه اقول لكم اللحمه اتهرت. بحبكم جدا جدا، ما تحرمونيش من كومنتاتكم الحلوه. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. باي باي.